السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب كلكم تبقوا بخير وانتوا بتشوفوني. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي البتنجان. هقولك على محشي البتنجان بياخد قد ايه رز، وكمان هقولك على طريقة للصلصة، طريقة تكون خفيفة على المعدة، ما تعملش ابدا حمو على الصدر او تخلينا عطشانين دايما بعد اكل المحشي. فاذا عجبكم الفيديو ده اعمل لايك، كمان لو اول مره تشوفوني اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه معانا الصلصه احنا عملناها في فيديو قبل كده، اللي هي بتبقى طماطم وفلفل احمر وبنسيبهم على البوتاجاز لحد ما ينزلوا ميتهم، وبعدين بنضربها في الخلاط ونعينها في الفريزر. دي طريقه الصلصه. في الحله ديت صلصه من اللي انا عاملاها فلفل احمر على طماطم، بحطها في الحله. اقول لكم بقى طريقه الصلصه تكون خفيفه جدا على المعده، اللي هي محور الفيديو بتاعنا. هنجيب حله بقى على البوتاجاز، ضربنا فيها الفلفل والطماطم. لو ما عندناش طماطم طازه يبقى هي دي طريقه الصلصه اللي انا معتمده على طول، وبحطها على البوتاجاز على طول في الحله من غير ما اقلب بصل او فلفل، خلاص عشان تبقى معانا خفيفه. بعد ما احط الطماطم وتتسبك ببدا اخرط عليها البصله ني في ني جوه الصلصه، يعني البصله بتستوي جوه الصلصه. وكمان عايزه ازود مثلا فلفل اخضر، بزود برضو في الحاله دي فلفل اخضر، وبزود الملح والفلفل، وبزود كمان الزيت والسمنه، كله ني في ني بحيث يستوي كله مع بعضه. طريقة الصلصة دي خفيفة جدا على المعدة، وكمان صحية للناس اللي عندها مثلا امراض لاي حاجة يعني، وبتعاني من ان الاكل يبقى تقيل عليها او حامي على صدرها. الطريقة دي جميلة لكل حاجة، يعني ممكن تعملوا اللي هو الرز بطماطم بنفس الطريقة، هنعمل منها المحشي، هنعمل منها بدل ما تبقى مثلا الطماطم ني في ني وتعملوها على الرز، لا استوت بطريقة صحية، وكمان حطينا عليها البصلة تستوي في قلبها والفلفل، وبنحط الزيت او السمنه في الاخر، وكله يستوي مع بعضه. دي طريقه جميله جدا لاي صلصه بقى، لاي طبيخ عايزين تعملوا منها طبيخ، عايزين تعملوا منها رز، عايزين تعملوا منها محشي، وطعمها بيبقى حلو وجميله. لو ما عندناش صلصه مفرزينها، هي الصلصه المفرزه اللي هي بتبقى الفلفل على الفلفل الاحمر على الطماطم، بيبقى طعمها حلو، ريحتها حلوه. لو ما عندناش يبقى خلاص لو هنضرب طماطم في الخلاط، ونفس الفكرة هنسيبها تستوي شوية لوحدها على البوتاجاز من غير اي حاجة، وبعدين هقطع فيها البصلة، وهحط البصل والفلفل والملح والزيت والسمنة، وزودت بقى عشان خاطر المحشي الكمون والفلفل الاسود وكزبرة ناشفة، واقلب كله مع بعضه لحد ما تنشف كده، وبعدين هزود الخضره على الصلصه. انا عايزه الخضره تدبل، يعني بدل ما هي هايشه وكتير كده لا تدبل. فبحطها على البوتاجاز، وبكون في الوقت ده انا طفيت البوتاجاز، يعني يا دوب هتدبل من غير ما تنزل ميتها، وبتبقى محتفظه بلونها وبطعمها وكل حاجه، يعني يا دوب بس بدبلها عشان شايفين صورتها كده هي دبلت بس، يعني حجمها الكبير ده بقى قليل، مش عايزه اكتر من كده. ما تسيبوهاش كده على البوتاجاز، انا حطيتها على البوتاجاز وطفيت البوتاجاز وسبتها مع نفسها، لقيتها بقى ايه كشت بالشكل ده، ومن غير ما تنزل ولا نقطه ميه. دي الطريقه الصح للخضره. مش هسيبها بقى وتنين اغلي واسبك فيها مع الطماطم وتقعد تنزل ميه، لا ما بعملش كده. بعد كده بقى غسلت. هقول لكم بقى انا عامله 2 كيلو من البتنجان المخدد، 2 كيلو بتنجان، وعملت حوالي 5 قرون من الفلفل. خد مني كيلو الا ربع من الرز اللي هو الرز المصري بتاعنا، الرز الابيض. يبقى 2 كيلو من البتنجان عليه 5 قرون من الفلفل، 3 قرون فلفل و2 قرنين شطه. خدوا مني كيلو الا ربع من الرز بالظبط. وحطيت بابريكا عشان نسيت احط على الصلصه، هي اساسا ما كانتش محتاجه، بس عشان خاطر الفلفل البابريكا دي عباره عن الفلفل الاحمر الحلو، فبيبقى برضو بيزود وبيخلي الحاجه غنيه وطعمها حلو. هبدا بقى احشي البتنجان والفلفل. هو الفلفل كان معايا 3 قرون من الفلفل كبار، وقرنين فلفل اللي هو الشطه اللي هو الرفيع ده ما بياخدش رز كتير، و2 كيلو من البتنجان خدوا يبقى
كيلو الا ربع من الرز، وده معيار البتنجان. يبقى كده عملنا الصلصة، صلصة صحية مش هتعمل حمو. ني في ني، يعني تعتبر ني في ني، يا دوب بنسوي الطماطم والبصل والفلفل فيها ني في ني، بتبقى حلوة مش حامية خالص على الصدر. وبعدين جات لي فكرة كده ان انا اعمل الطاجن المحشي، يعني في طاجن. الطاجن ده بيخلي نفس الحاجة حلوة، فدهنت الطاجن سمنة من جميع الجوانب، وهفرش في القاع بصل، فلفل، طماطم، حبة خضرة، عايزين ممكن تحطوا توم، وهوقف البتنجان كله في الطاجن ده عشان بيبقى فيه شوربة، بياخد حوالي ساعة ونص، ساعتين الا ربع في الفرن. طبعا انا غطيته بغطا حله. لو انتم ما عندكوش، يعني انا عندي ورق فويل، بس قبل ما تحطوا ورق فويل حطوا ورق زبده، فانا ما عنديش ورق زبده، فانا حطيت غطا حله بمقاس الطاجن. عايزين تحطوا فويل يبقى احسن، يعني بيبقى محكم اكتر، وبس حطوا تحت الفويل ورقه زبده عشان يبقى صحي اكتر. هسقي المحشي كله شوربه دلوقتي، وهوريكم انا هحط عليها ايه في الفيديو. لو عندكم الطاجن كبير او الصينيه كبيره وعايزين تنيموا المحشي، طبعا ينفع، مش شرط ان انتوا توقفوه كده زي ما بنوقفه في الحله على البوتاجاز، لا ينفع تنيموه وترصوه كله جنب بعضه. ممكن كمان تشكلوا مثلا فلفل، كوسه، كله جنب بعضه مرصوص، رف كوسه، رف فلفل، رف طماطم، رف بطاطس، رف بتنجان بقى، ممكن بتنجان اسود، بتنجان ابيض، بتنجان مخدد، وتعملوا محشي مشكل كده، بيبقى جميل قوي في الصينيه. بس انا بحب الاكل في الطاجن ده، فقلت اجرب في المحشي، وفعلا كان جميل جدا. هقول لكم بقى على انا حطيت ايه في الشوربه. اول حاجه الشوربه حطيت فيها يعني معلقتين من الصلصه من اللي انا مفرزاها، وهحط كمان طبعا ملح، ولو هنحط مكعب مرق ما نحطش ملح عشان ما تبقاش حاد، عشان هي شوربه اساسا متحدقه. واحط ليمون، عصير ليمون. عصير الليمون بيخلي البتنجان ما يبقاش مجلد، ويعني يبقى طري معانا ويبقى حلو، بالذات لو كان صعب. وهحط كمان معلقه من دبس الرمان، كل ده على الشوربه. وهزود كمان معلقه من الصلصه، وطبعا ملح وفلفل اسود. الفلفل الاسود بيبقى جميل جدا في المحشي، وبالذات لو هو مطحون فريش كده وريحته طالعه. وبعد كده هسقي البتنجان. طبعا نخلي بالنا واحنا بنسقي بالذات محشي البتنجان، لو البتنجانية وسط او كبيرة شوية لازم تحطوا الشوربة جوه البتنجانية عشان خاطر تستوي من قلبها، وما تبقاش الرزاية نية، لازم تتسقي من قلبها، يعني حاولوا تسقوها كده. وطبعا نغطي عليها عشان يستوي كويس زي ما انتوا شايفين كده. بسقيه كله من فوق الاول. نفس الشوربه دي اللي هسقي منها المحشي البتنجان اللي في الحله اللي هسويه على البوتاجاز، ونفس المحشي اللي في الطاجن. طبعا محشي البتنجان اللي في الحله هيستوي اسرع من اللي في الفرن. اللي في الفرن ممكن يقعد معانا ساعة ونص، انما اللي على البوتاجاز ممكن بالكتير ياخد معانا مثلا ساعة الا ربع، نص ساعة كده، يدوب يعني يشرب المية، وبعدين بنهدي عليه خالص لحد ما الرز بقى يستوي بس وخلاص. فهو اعملوا بقى حسابكم لو انتوا هتعملوه في صينيه او طاجن وعايزينه على الغدا بدري، فتعملوا حسابكم ان هو بيقعد وقت اطول. ده بقى اللي احنا عملناه في الحله، وده الطاجن. انا سبته بقى ياخد وش كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.